مين اللي بيكلمك يا يحيى؟ ده مسؤول القناة. ألو؟ صدق أنا زعلت لك يا يحيى. زعلت لي؟ ليه؟ ماما تتعب والبوابة ما تفتحش في نفس اليوم، ده كلام. يبقى أنت اللي ورا كل اللي بيحصل ده. خلينا عمليين يا يحيى وما نضيعش وقت. ماما ما قدامهاش كتير يا حبيبي. أنت عاوز إيه؟ اللي عاوزه ببساطة شوية مهمات هتقوم بيها في عصور مختلفة، ولازم تساعدنا فيها، وبعدها مامتك هتخف وهتبقى زي الفل. أنتوا فاهمين غلط. أنا ما أقدرش أختار زمان ولا مكان محدد أروحه، المغامرة هي اللي بتختارني. ده غير إن البوابة ما اتفتحتش زي ما أنت عرفت. انت هتشتغل لنا بقى البوابة فتحت والبوابة ما فتحتش؟ بقولك ايه، احنا ملناش فيه وملناش دعوة مين فيكم بيختار التاني. احنا لينا طلبات هتنفذها اهلا وسهلا، مش هتنفذها انت حر بقى في مامي. ومن الاخر كده شوف لك طريقة تفتح بيها البوابة دي وتخش وتدخلنا معاك، ان شاء الله تطفشها حتى. وإيه هي طلباتكم؟ ايوه تعالى لي كده على الرايق. اول طلب، في عصر الملك بسمتيك الاول هندفن لوحة بسيطة كده قبل حملته على طيبة بتقول إنه انهزم على إيد المتمردين والمحتلين، وإنهم حكموا البلاد فترة أطول بكتير من اللي مكتوبة في كتب التاريخ، وهنسميها لوحة الهزيمة. ده تزوير في التاريخ. أنتوا كده هتضيعوا تاريخ مصر. بقول لك ايه يا ابني، انت بلاش شعارات، فكر هتنفذ المهمة دي ازاي، وخلي بالك في مهمات جاية كتير وفلوس جاية اكتر.